طبيبة مغربية بالسجن النافذ مع الحرمان من مزاولة المهنة في قضية المال مقابل التوليد. إليكم التفاصيل. عم الاستياء الأوساط الصحية بمدينة القنيطرة المغربية بعد تورط طبيبة في قضية باتت تعرف إعلاميا برشوة التوليد شهدها المستشفى الإقليمي بالمدينة. السلطات نصبت كمينا بعد توصلها ببلاغ يفيد بطلب رشوة مقابل تسريع عملية توليد قيصرية أسفر عن ضبط الطبيبة المختصة ومعاونيها في حالة تلبس. المحكمة أدانت الطبيبة ب5 سنوات سجنا نافذا مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات بعد أن كشفت الخبرة التقنية المجراه على هاتفها وجود اتصالات بينها وبين واسطة بخصوص المقابل المادي وسعي التوليد، وقضت في حق مولدة ب4 سنوات حبسا نافذا، في حين أدانت وسيطين ب3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق حارس أمن خاص يعمل بالمستشفى. ما تعليقكم؟